بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أحييكم تحية الإسلام، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. هذه هي الحلقة رقم 28 في برنامج مع اللغة العربية من شبكة السلام الإعلامية، وأنا سعيد غاية السعادة أن نلتقيكم أسبوعيا في هذا البرنامج، ونأمل مشاهدينا الأعزاء في الداخل والخارج أن نكون مفيدين لكم في هذا البرنامج وما نطرح فيه من أفكار. اليوم أعزائي المشاهدين والمتابعين، سأتحدث عن الشاعر الإريتري السوداني، الشاعر الأستاذ بابكر عوض الكريم، الذي تمر في نهاية كل عام ذكرى رحيله، حيث توفي في 20 من ديسمبر من عام 2016. وكان الشاعر الأستاذ بابكر عوض الكريم من الذين تعلقوا بهذه اللغة العربية وبحبه العميق والكبير لإريتريا، ولا أبالغ إن قلت كان يتماهى مع إريتريا أكثر من تماهيه مع قضايا السودان، على الرغم من أنه أيضا هو له الحب الكبير للسودان، ولكن عشقه كان لإريتريا، حتى كنت أقول له وأنا أمازحه: لقد ابتلاك الله بحب إريتريا. وكان يقول لي طبعا لما خلاص يشتد به الغيظ: قيس يا أخ تنبل، يقول لي. رحمة الله عليك الشاعر الأستاذ بابكر عوض الكريم. الأستاذ بابكر عوض الكريم على الرغم من أنه هو مولود في السودان، لكن عاد إلى إريتريا، أو دخل إلى إريتريا في مدينة أم حجر، حيث بدأ دراسته القرآن والمدرسة الابتدائية في مدينة أم حجر، ولذلك هو يعشق هذه المدينة ويذكر تفاصيل التفاصيل في تلك المدينة الجميلة، اللي يعني كان يحبها حبا جما حقيقة. وأما عشقه لإريتريا، عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة بشكل عام، وللتاريخ الإريتري وللنضال الإريتري ولكل شيء في إريتريا، وحبه لجهاز التعليم، يعني له عطاء كبير في هذا المحفل، بالذات حبه لهذه اللغة ومساهماته فيها. ونحن مع الترحم الشديد عليه، لكن أن نفرد له هذه المساحة من هذا البرنامج تقديرا لحبه وعطائه للشعب الإريتري. أحييكم مرة ثانية مشاهدي الكرام، ولحظات ونبدأ تفاصيل هذه الحلقة، فكونوا معنا سادة المشاهدين في شبكة السلام الإعلامية. وعدت إليكم أيها المشاهدون الكرام مرة ثانية. كما نوهت في هذه الحلقة رقم 28 سأتحدث عن الشاعر الكبير الأستاذ الباحث المربي الجليل بابكر عوض الكريم. كمعلومة أقول الشاعر بابكر عوض الكريم نشط في أكثر من مجال. واحد من المجالات التي نشط فيها كانت أول هو معلم خريج بخت الرضا، ومن الذين عملوا في حقل التعليم في السودان فترة طويلة، وكذلك برضو خدم إريتريا بالذات في جهاز التعليم الإريتري، قدم خدمات جليلة. وأيضا الأستاذ بابكر عوض الكريم هو باحث في الآثار، وله أبحاث علمية كثيرة مدونة في عدد من الجامعات السودانية. إضافة إلى ذلك هو أيضا صحفي، حيث كان له عدد من البرامج سواء كان في السودان وفي إريتريا. وأنا شخصيا أذكر له وقفته الكبيرة والبرامج التي كان يعدها، سواء كان من السودان من منطقة الشوك بالقرب من مدينة القضارف،
أو عندما كان يأتي إلى إريتريا ويعد البرامج، برامج إذاعية كبيرة وكان لها الصدى الكبير حقيقة يعني. والحقيقة أنا تعرفت على الأستاذ بابكر عوض الكريم عام 93، حيث اتجهت مع فريق العمل إلى مدينة نقفة لتغطية الاستفتاء، فاستمعت إليه وأنا في مدينة نقفة، فجذب انتباهي لأنه أداؤه متفرد وشاعر وله لغة جميلة. وحقرأ لكم عدد من مقالاته ثم نعرج بعد ذلك إلى موضوع آخر. بابكر عوض الكريم رحمة الله عليه، فعندما عدت من نقفة التقيت في الاستوديو وامتدت أواصر الأخوة والصداقة بيننا، وإلى أنه إلى درجة يعني حتى كنا نتراشق بالكلمات، يعني أنا أسميها تراشق الحبان، يعني يكتب شيء أنت تكتب على نفس البحر وعلى نفس المنوال. وإن شاء الله أقدم لكم نماذج مما تراشقت به معه. فهذا كان بابكر عوض الكريم. وإن أنسى لا أنسى يعني تلك البرامج التي كان يمدنا بها في الإعلام من مدينة الشوق أثناء الحرب الأخيرة، حرب دمة، وكانت لكلماته حقيقة يعني ومقالاته أثرا كبيرا أولا علينا نحن كإعلاميين، وما في شك حتى لدى المستمع كان له ما له. ولذلك أترحم عليه باسمكم وباسم كل المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. هو طبعا كتب في مقالات أو في مجالات عدة، وإن أنسى كذلك لا أنسى تلك القصيدة التي تحدث فيها عن الخلفاء الراشدين رحمة الله ورضوانه عليهم، يعني تناولهم واحد واحد وبطريقة يعني فيها عمق وفيها دلالات. أنا كنت أتمنى إن شاء الله إذا ربنا وفقنا في يوم من الأيام سأقرأ لكم تلك القصيدة القوية التي تحدث فيها عن مناقب الخلفاء الراشدين واحدا بعد واحد، بداها بالخليفة الأول أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، رضي الله عنهم جميعا ورضي عن الصحابة أجمعين. توفي كما قلت في 20 من ديسمبر من عام 2016، وخلف عددا من الأبناء، وكذلك طبع عدد من الدواوين. وكانت في نهاية في آخر العمر، يعني تقريبا في سنة واحدة بدأت الطباعة. أعتقد هذا الشاعر الكبير من عام 2014 أعتقد بدأ طباعة الدواوين. له عدد من الدواوين، منها أروى، رنة الفرح المهاجر، وديوان آخر لا تودعني وسافر. طبعا كان يأتي إلى إريتريا في أيام المهرجان، ونال جوائز كثيرة داخل إريتريا في مجال الشعر والأدب. وأنا إن شاء الله في نهاية البرنامج سأحكي موقف بيننا وبين قسم الشؤون الثقافية للمجموعة الحاكمة في إريتريا، وماذا دار بيننا بشأن الأستاذ بابكر عوض الكريم رحمة الله عليه. الآن أقرأ عليكم هذه المقالة الجميلة التي كتبها ذات يوم بابكر عوض الكريم. يقول: الصباحات احتفت بالمساءات فطارت من روابين العنادل. الصباحات احتفت بالمساءات فطارت من روابين العنادل. البشارات، النداءات، الوعود الزاهيات، كما الأماني خانها البرق المخاتل. علمتنا حكمة الأيام دوما العواسج لا تلين، والرياح الموسمية يشتهيها الغيم حتى يمتطيها لقفار لم تذغ للغيث قطرا. لم ترى أرضها البكرة أنبات الفسائل. كانت الأشياء تبدو حاسرات الرأس دوما، والدروب المفضيات إلى المقاصد لم تخن يوما عيونا
ناعسات الطرف سلما وعيونا في محاجرها تقاتل. السواعد لا تبالي بالليالي الحالكات، ولا تساوم كي تغض الطرف عمدا إن علت في فجرها الإشراقات أعواد المقاصل. فلماذا حين صار الحلم ماثل بح صوت للشواد، والأناشيد القديمة لم تعد تلك الأناشيد الأوائل؟ ويح عمري ضجت الساحات حشدا بزعيق ونعيق، لم تعتقه الحناجر، لم تعمده الخنادق، حين كان الموت لحنا للكلاش والقنابل. ما لها الأوجه صارت بيننا والود حائل، علمتنا حكمة التاريخ أيضا كل جرح من عدو سوف يشفى غير جرح من أياد. كانت الآمال تأسو إن أتى زمنا ليقسو وبكفيه السلاسل. خبروني يا رفاقي، أقذى كان بعيني أم جفت صدقا وطوعا عن نوارسها السواحل؟ ثم كتب يقول ذات يوم: قلبي يحدثني بأنك قلبي يحدثني بأنك ها هنا تبدين للأيام زينتها، تأتين من رهق المسافة، من تباريح الشجون ومن فجاج المستحيل. قلبي يحدثني بأنك ها هنا أفق من الأحلام ترتاد المدى، بهرا ترش الضوء والوعد الخرافي الجميل. قلبي يحدثني بأنك ها هنا يا مشتهى الكلمات من شهد المناحل، من أناشيد الرعاة ورونق الطلع المبعثر في ذؤابات النخيل. يا أيها الوجع النبيل، يا رهانات الشوارد بين ميلاد الترقب في خيوط الفجر المضمخ بالأريج، وبين توق للحمامات الودودة في ترانيم الأصيل. قلبي يحدثني بأنك ها هنا يا عمق بوح الأزمنة، يا رنة الوتر المعبأ بالمنى، يا أروع الأيام حين الطل ينثر في الصباحات العتيق مقاطع التشكل في الوجه الصبوح ووشوشات الدندنة. يا ألف أهلا، يا عقودا من جمان فوق جيد من شعاعات السنة. قلبي يحدثني بأنك ها هنا سرب من الحسون يألف أيكه، مدت ظلالا للعريش دنا معتق بالغبوق يعبق رحيقه، حرف تسربل بالغمامات الهتون وفوح عطر الأمكنة. قلبي يحدثني بأنك ها هنا نجم يزين وميضه صدر المساء، طل تندى في تويج الكستناء، فرح يعربد في الشتاءات المطيرة كالنداءات الرجاء، شمس تطل على الدنيا تزهو بموكبها الفراشات الطليقة واليراعات البهاء. قلبي يحدثني بأنك ها هنا بهر من الألوان ترقص في ارتعاشات الرذاذ، تشد بالتطريب أوردة الغناء. قلبي يحدثني بأنك ها هنا والحور ملتف بأوشحة المغيب، صوتي تشرخ بالنداء وبالبكاء ولا مجيب، صوتي تشرخ بالنداء وبالبكاء فلا مجيب. زمني تشرنق في متون النص والشعر المقفى بالنحيب، وجعي تمحور في العيون السادرات بنبض أضالعي، والليل في شعري تغشاه المشيب. قلبي يحدثني بأنك ها هنا يا أنت يا كل الحضور الصحو يا ألق البريق. ماذا تروم اليانعات من الحروف إذا تضرم في جوانحنا الحريق؟ ماذا لدي سوى سطور مائسات بالحنين وبالأنين توج في رئتي الشهيق؟ قلبي يحدثني بأنك ها هنا والليل والأنواء والأضواء والصخب المدنف في شرايين الطريق. قلبي يحدثني بأنك ها هنا وقوافل الشعراء تترى والحدى وفوح عطرك في الصباحات الهريق. يا أنت يا كل الرؤى في دنيتي، فيما ارتحالك هكذا، في من زواؤك لا أنيس ولا جليس ولا رفيق. رحم الله
الشاعر الكبير بابكر عوض الكريم. الشاعر بابكر عوض الكريم كان سمحا كريما لطيفا، كان يحب إريتريا حبا، يعني حبا نحن لا ننافسه في ذلك الحب، وهذه حقيقة أقولها بصدق وفي لحظة من الصفاء. بابكر عوض الكريم زار القاهرة أكثر من مرة للعلاج، ولكن وكنت أقول له دوما أستاذ بابكر وأنا في القاهرة وهو في السودان، لما أشوف إنه حالته ما هنا أقول له توجه إلى إريتريا وستشفى هناك، وكان يضحك دوما، يعني الرجل الكريم والرجل المحبوب. من ما هو معروف الأستاذ بابكر عوض الكريم رحمة الله عليه، ما أن يسمع مجموعة من إريتريا توجهت إلى السودان كان والله يعني لأكثر من مرة عمل هذه العملية، يأخذ أكل معاه ويجيف في الطريق المؤدي من الخرطوم إلى مدينة كسلا ومنها إلى إريتريا. يعني لما يعرف إنه في مجموعة إريترية بغض النظر عن اتجاهاتهم بس هم إريتريين، ويجيف والله للساعات الطوال معه الأكل والماء البارد والعصائر، يجيف في الطريق في طريق الشوق، ويجيف لساعات ثم يوقف السيارة، هو عارف عنده الأخبار، يوقف الأتوبيس أو الحافلة، فأولا يدعو المجموعة الموجودة تفضلوا إلى البيت، طبعا ما في طريقة، فيركب في السيارة ويوزع للناس الأكل والشرب واحدا بعد واحد، وبصدق وبحميمية مطلقة يعني. وطبعا مع كفاح الشعب الإريتري كتب كمية من القصائد، ويقدر هذا الجندي الإريتري الذي تلفح الأرض والسماء ثم أتى بإريتريا حرة، وإن كانت المسائل فيها يعني بعد 91 والمسار بتاعت الدولة نحن ما دايرين نخش اليوم، نخلينا مع الأستاذ الشاعر بابكر عوض الكريم. كان يثمن دور المقاتل والجندي الإريتري الذي حقق استقلال إريتريا عن جدارة وتضحية وفداء، ولذلك كان يتماهى مع التاريخ لإريتريا. أنا باسمكم أترحم عليه مرة أخرى شاعرنا الكبير الأستاذ بابكر عوض الكريم. بعد قليل مشاهدي الكرام أو بعد لحظات أو فاصل من الفاصل مع أخواننا الفنيين، ثم أعود وأقرأ التراشق الذي كان بيننا وبين الشاعر بابكر عوض الكريم شعرا وهكذا. وأنتم سيداتي سادتي مع قناة سلام الإعلامية وحلقة في برنامج مع اللغة العربية. موضوعنا هو الشاعر المربي الباحث المؤرخ بابكر عوض الكريم. وها نحن عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، وهي الحلقة رقم 28، وحديثنا عن الشاعر الأستاذ بابكر عوض الكريم رحمة الله عليه، الذي توفي في العام 2016 في 20 من ديسمبر. هذه ذكراه، في ذكراه العطرة أنا حبيت أتحدث عن هذا الرجل وفاء وعرفانا بحبه وعطائه لإريتريا شعبا وتاريخا وأرضا. ذات يوم نشر على صفحته في الفيسبوك صورة يتأمل فيها، صورة تأملية في الحياة يعني. هكذا قرأتها أنا، فكتبت إليه مباشرة على صفحته ما يلي: واثق الهمة جالس، واثق الهمة جالس، يستبي كل العيون، واثق الهمة جالس، يستبي كل العيون، بين عينيه بريق وحريق وجنون، كلما قيل غثاء. طبعا أنا قريت تعليقات
التعليقات العادية دي يا سلام وكده ويعني. فأنا استصغرت تلك التعليقات. هذا رجل شاعر ورجل صاحب لغة يعني. فقلت كلما قيل غثاء ورماد في العيون فتأمل وتفرس بين حرفي والظنون، فتأمل وتفرس بين حرفي والظنون، طلة منك حياة بين علم وفنون. بكر عوض الكريم إذا حدثك في التاريخ، في الجغرافيا، في الآثار، في الحضارات، في التاريخ الإسلامي، هو بحر من العلوم. طلة منك حياة بين علم وفنون، يا أخي صنها بعيدا من رزازات هتون. يا أخي صنها بعيدا من رزازات هتون، صورة فتكت بقلبي دمرت كل الحصون. قف تمهل يا صديقي، فالهوى منك جمال وصفاء لا يرون. فورا رد الشاعر في ذات الصفحة وفي ذات الوقت بأبيات أكثر إشراقا وبهاء وعبيرا، فقال: أيها العالم مهلا، أيها العالم مهلا، من أنا ماذا أكون؟ أيها العالم مهلا، من أنا ماذا أكون؟ غير زخات مشاعر وحواشي ومتون. أنت دوما في فؤادي، في خيالي، في نداءات العيون. أيها الإنسان والإحساس والنغم المسافر عبر أجنحة اللحون. يا شرايين التواصل والتوادد والمسافات الشجون، لا تلمني إن نبت مني حروفي، فالهوى مهر حرون. يكفني منك اشتياق لم تداريه دموعي أو تواريه السنون. كلام جميل يعني. هذا تراشق الحبان أنا بسميه كده. وتراشقت مع عدد من الشعراء، منهم أستاذنا الشاعر الكبير محمد الحاج موسى والشاعر شريف حسين وآخرون. إن شاء الله في يوم من الأيام أجي أقرأ التراشقات هذه. فرد علي أو رددت عليه عندما كتب: يكفني منك اشتياق لم تداريه دموعي أو تواريه السنون. فكتبت إليه فورا في ذات الوقت: أرأيت يا قوسي وحرفي، أرأيت يا قوسي وحرفي، كيف يشتعل الرباب لحونا وعيون. عندما تشدو حروفي تتأبى لا تخون، لا كما يلهو غلام هزه جوع حرون. هذه الأقلام تلهو بين إعجاب سقيم لا يصون، أو حروف هي مزمار حيارى والندامى في سكون. أنا إن شئت حرفي أنت قوسي وشعري والجنون. ألق الشعر تدلى كلما رن التماعا وظنون. لا تقتلنا يتامى قربك الموت يهون. يعني كلام شعراء طبعا رحمة الله عليه. يعني والله كنت أحب هذا الشاعر الأخ العزيز الأستاذ حبا كثيرا. فرد الشاعر الغريد بابكر عوض الكريم بالأبيات التالية: أيها الألق التوهج، أيها الألق التوهج، يا مساءات التفرد وابتهالات الصباح. أيها الألق التوهج، يا مساءات التفرد وابتهالات الصباح. هب لنا منك دنانا ملؤها شهد وراح، واسقنا فيض قصيد نبعه ماء قراح. علنا نشفي الجراح نبعه ماء قراح،
ثم دعنا لنغني، علنا نشفي الجراح. يا نبيلا زانه العلم وشاح، ليس لي إلا يراعي وتعابيرا ملاح. فاستمحني يا حبيبا، طبعه ظل السماح. فرددت على نميره العذب بهذه الكلمات: اترع الكأس دنانا، ملؤها فكر صراح. اترع الكأس دنانا، ملؤها فكر صراح. وسلافا من هوانا بين هاتيك البطاح. وسلافا من هوانا بين هاتيك البطاح. وشوشت منه العذارى، أوغلت فينا الجراح. إيه من صب تهامى وترامى، لا تشفيه جراح. نمنمت حتى استفاقت بين قلبي، والهوى منه براح. فتدلت راسيات تسمع الشدوى الفصاح. اسقيني منها وهب لي، أي نديمي ما لهاتيك النواح. أين عتفينا وبتنا هجعة، نسقي من عمرها عمرا بواح. أين عتفينا وبتنا هجعة، نستقي من عمرها عمرا بواح. فلماذا فتق النوار عينا، شق سمعا غير فاح. بين حبي والهوى دمع غزير، رقرقت فيه الرياح. عشعشت منه البواكي، أزكمت منه القراح. يا نديمي وعذابي، أنت شقي كلما الجنب استراح. لا أسميك أميرا، أنت راح في الهوى من غير راح. قف تمهل يا نديمي، إن في القلب جراح. منذ أمسي وأنا أتلظى من هيام، هده طول النواح. يا عزيز المساءات والصباحات عناقا، لا تلمني إن تغيبت، فأنا أندب الحظ استباقا. كلما قلت تعالى ردت الأقمار بعدا واشتياقا. غير أني أرقب الفجر ضحوكا، عندما يشدو عوض الزند دفاقا. تنمحي كل المسافات فتبدو دفاقا دهاقا. فاعف عني يا نديمي، إذ أنا بحر صب كتبت عليها أن تراقى. ورد علي بأبيات عزيز المشاهد. نعم، رد علي بأبيات فصاح، وأنا أجمع تلك الكلمات لم أجدها، لكن رددت عليه بشيء مما كتب. فقلت له: يا سليل الشعر، يا سليل الشعر الفراديس، تعالى إلي نغني. يا سليل الشعر الفراديس، تعالى إلي نغني. لترى ما خبأته عيوني بالتمني. عندما تبدو وسيما، لا أجد غير التشفي بالتمني. فاشف ما بي من حريق، ليت ودي يعتلي غير التمني. ولهيب الشوق يحدو بي ويمني، نفسه بعض سويعات مسرجات بالتمني. إنها العبرات تسري ثم تجري في بحيرات التمني. رحم الله الشاعر الأستاذ بابكر عوض الكريم رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته بقدر حبه لله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. له شعر في الإسلام، شعر ما شاء الله. وبقدر حبه لشعبه ووطنه إريتريا والسودان، وكان يقول دائما: أنا بقدل في شارع التحرير في كومبشتاتو زي ما بقدل في شارع النيل. إنه الشاعر الأستاذ بابكر عوض الكريم عزيز المشاهد، ونحن نتحدث عنه في هذه الحلقة. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، أقرأ عليكم ما نشره ذات يوم وما
جرى بيننا من تراشق. فكتب يقول: كان للحب علامة وتواثيق وأناقة، يا لهاتيك الليالي وجمال الأمسيات، وحبيبا بت أشكو حرقة الوجد إليه حين ضاع الحلم من بين الأنامل، والأماني صرن أبعد من سراب، بيننا الآن بحار وسواحل وصحارى ورواسي من جليد، بيننا سهد وبين اضطرار الذكريات، علها تشعل في النبض تفاصيل الكتابة، علها تمسح من وجه المرايا بعض ذرات الغبار، فالأماكن ترصد اللحظات في عمق الشعور، وهي من تعطي الأواصر هذه الإلفة الحبيبة، وحنينا يتمعشق في نياط القلب منا كلما نغدو كبارا. هل بكاء في الطلول أم بكاء لمسارح شهدت خطوى الحبيبة، وأريجا غمر الأرجاء أنفاس الزنابق حين تستل ليالي الحزانة أستارها، إنني أبدو غريبا حين أحكي عن روايات حقائق، بعضها يبدو حقائق، بعضها يبدو خيالا صاغه الشاعر نثرا يستبي الدهشة في عين اليوافع، بعضها تنبيك عنه هذه الأشواق في حلق المغني. لست أدري إن رجعنا لصبانا هل نعيش الحلم حاضر أم زماني لم تعد فيه السماوات الضواحك والنجوم الزاهرات. لست أدري من ترى فينا يعاتب الليالي المقمرات أم هجرة الأفراح للسمر المعلق بين توق القبرات وانحسار الضوء عن وجه النهار بين ميلاد النوارس وارتحال المد من خد السواحل. كلما أدريه أني أتماهى في شجوني. فكتبت إليه في هذه المشاركة: أيها الحرف أنينا زدني من لهف المشاعر، أيها الحرف أنينا زدني من لهف المشاعر، والمشاعر ما لها غير نديم هده طوق المشاعر، والمشاعر تلهب القلب المعنى لظى إبحار المشاعر، والمشاعر كلها تبدو جحيما عند ميقات المشاعر، شاعر أزكى ضراما في من ألق المشاعر. لست أدري يا حبيبي إذ أنا بالبين شاعر، كلما البكر يغني عوضا إن كنت شاعر، زدن من دلك وغني إنني أرخي المشاعر، ماني فاكر غير أني أطلب الإبحار شاعر. يا سلافي العذارى والندامى والمشاعر، ما أتاك من خبري هو من وحي المشاعر. ألا رحم الله شاعرنا الكبير أبا بكر عوض الكريم رحمة واسعة بقدر ما أحب وقدم لشعبه الإريتري والسوداني. الآن أختم هذه الحلقة بموقف فيه شيء من الطرفة وفيه شيء من الحذاقة والكياسة كذلك. أبا بكر عوض الكريم كما قلت لكم كان يأتي إريتريا كل عام أيام الإكسبو على نفقته الخاصة، ولم يأخذ ولا برا ولا نقفة واحدة من الحكومة، ينزل على نفقته في أي فندق ثم يشارك ويطعم هذا ويكسو ذاك حقيقة ويشرب من خيره هذا إلى أن يغادر والناس حوله حبورا وحضورا. فقلنا نحن هذا الشاعر يا أخي نكرمه شوية يعني، وهو ينفق ما ينفق وهذا الحب الحميم لإريتريا. فتحدثت أنا إلى رئيس أو مدير قسم الشؤون الثقافية
فليحرر له شهادة، بس شهادة شكر وتقدير وكده. وهو الأخ العزيز إبراهيم أكلة مسؤول الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. فقلت له هذا الرجل كذا وكذا كذا، فدارين نحرر له شهادة. فإبراهيم قال لي أكتب الشهادة، شهادة تقدير يعني، أو شهادة شكر وتقدير. طبعا عشان نحن عندنا مشاعرنا جياشة تجاهه، كتبنا له كلام يعني تكريم الدولة والشعب والجائزة الكبرى وبتاعاته، ديباجة محترمة كده يعني، على أساس إنه قلنا إبراهيم أكلة ده ما حصل يوم يتكلم معنا باللغة العربية أبدا. إبراهيم علي معروف إبراهيم أكلة يعني. فقلنا الزول ده ما حيعرف، لأنه هو مسؤول اللي هنا، ما حيقرأ المكتوب وحيختم الخطيب بتاعت الدولة وخلاص يعني. فكتبناها في المكتب وطبعناها طباعة جيدة كده في وزارة الإعلام يعني. أنا جبت لإبراهيم أكلة وقلت له تفضل، وما افتكرت أبدا إنه حيقرأ الكلام المكتوب. كلام طبعا فيه كلام ضخم وكلام كبير، وفي ثقافة الشعبية والحاجات، الكلام اللي هنا ده ما شغالين به كثير. هو يليق بمقامه لأنه هو رجل ما شاء الله يعني، يليق بمقامه وأكثر. فإبراهيم بدأ يقرأ، أنا توقفت قلت هذا الرجل قاعد يقرأ جد. فقام قال لي يا أخي، أشار لي 5 6 حتات يا أخي، قال لي لا ده ما هنا بتاع. قلت له يا إبراهيم أنت بتقرأ؟ قال لي ما بقرأ كيف؟ انظر إلى هذا الدهاء وهذا أنا بسميه خبث ومقرع. قلت له أنت إبراهيم تقرأ كذا؟ أقرأ لي؟ قلت له. قام قراها وقرايه سليمة. قلت له أنا ما تخيلتك تقرأ يا أخي. قال لي بس أنت قلت عشان ما نقرأ وبتاع، عملت فيها الحاجات دي وكده بس نوقعها. قال لي لا لا الكلام ده شوية أنا ما أقدر أوقع على الكلام ده. فقلت له شوف هذا الرجل يستاهل أكثر من الكلام ده، والكلام ده نحن ذاته تواضعا كتبناه لكن يستاهل. لكن ما بجادلك كثير لأنكم أنتم في عقليتكم إنه حتى الكلام العادي والكلام اللي فيه احترام وتقدير برضه بتشوفوه كثير وما هناك. فكان لابد انه نحرر الشهاده، فعدت الى المكتب وطلعت كذا واحد وعدلت في حاجه برضه قراها ثاني. فقال لي يا اخي انت ما عديها؟ قلت له يا استاذ ابراهيم يا اخي وقع علينا وخارجنا، قلت له. فهو يضحك كده ووقعها كده بتاع. فدي انا اذكرها. وبابكر عوض الكريم بقدر ما قدم لاريتريا وشعبها والله لم يجد ذلك التقدير الذي يليق به كرجل شاعر واديب، بحث في التراث والآثار. ويمكن يوم من الأيام نتحدث عن التنقيب الذي عمله ويربط العطبراوي بالتاريخ بتاع عدوليس وشيء عميق. المهم أنا حبيت في هذه الحلقة رقم 28 في برنامج مع اللغة العربية تقديرا لهذا الشاعر المحترم الأستاذ المؤرخ والمربي الجليل الشاعر بابكر عوض الكريم، أتحدث إليه في ذكرى وفاته اللي كانت 2016، يعني 6 سنوات. رحل قبل 6 أعوام ولا زال يذكر حيثما ذكرت إريتريا أكثر مما يذكر حينما يذكر السودان. والله هذه حقيقة أنا أقولها بكل ثقة وأمانة. كنت معكم مشاهدي الكرام من قناة السلامة الإعلامية، محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، مع تحيات زملائي في الهندسة الصوتية والإخراج والإشراف العام. تحياتنا لكم، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة 29 في برنامج مع اللغة العربية. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى دوما أن يجمعنا على خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.